هاحكي لكم موقف اتعلمت منه درس حياتي والله. في أيام الكلية كنا بنعمل زيارة لمدرسةٍ ما كده، وكنت مع حوالي 6 من زمايلي. فالمهم يعني إن أنا واقفة عادي جدًا زي أي حد، باتعامل بطريقتي، مش واخدة أي خوانة، فباقترح اقتراح عادي. لكن فجأةً لقيت فيهم واحدة صوتها عالي جدًا، والله العظيم بتفرش لي الملاية حرفيًا، كده يعني. المهم أنا دي كانت تقريبًا من صدمات حياتي اللي عمري ما هانساها أبدًا. أنا واقفة عمّالة أتهزّق قدّام الناس ما شاء الله، ما باتكلّمش، متنّحة، مش عارفة أجاري ده، المفروض أعمل إيه؟ خصوصًا إن بطبعي مش باتكلّم مع حد أصلًا وأبدأ أتعامل معاه غير وأنا متطمّنة ومدّية الأمان، لكن الظروف في الوقت ده هي اللي فرضت إن أنا أكون موجودة في المكان ده. المهم إني ما عملتش بقى غير إن أخدت بعضي كده زي الشاطرة ومشيت باحترامي وبدون أي كلمة. فمن ساعتها فهمت بقى حاجة مهمة جدًا، إن مش معنى إنّك شخص محترم إنك تتوقع إن كل الناس هتعاملك باحترام، لأ خالص، اللي هيتعامل معاك بتربيته مش بتربيتك أنت. أنت شخص مسالم أهو، لذيذ جدًا، بس يعني ده مش معناه إنك مش هتتأذي، لأ هتتأذي عادي، بس المهم هنا بقى إننا نخلّي عندنا يقين إننا عمرنا ما هنخسر لمّا نختار كرامتنا. ممكن تسكت، ممكن تمشي، بس ما تسمحش لحد في يوم من الأيام ينزّلك لمستوى مش بتاعك. حُط حدودك بالطريقة اللي تناسبك أنت. وبالمناسبة تاني يوم هي جات واعتذرت لي، وأنا والله العظيم قُلت لها: "ما فيش أي مشاكل." وما خدتش حتى 5 دقايق أفكّر إن الموضوع فعلًا ينتهي هنا، إن أنا ما أفكّرش حتى إن هو لأ أنا لسه هاعاتب وأتكلّم وأقول، لأ خلاص الموضوع انتهى. بس والله أنا عمري ما عرفت أرجع تاني أكلّمها عادي، يعني اللي هو لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين والّا إيه؟